لكن في حقيقة الأمر أكثر ما تكلم عنه الناس من وقت ما بدأ المهرجان، يعني للآن، بخصوص أنجلينا ما كان الفيلم ولا عرضه الخاص. الناس لاحظت في صورها على السجادة الحمراء بروز عروق ذراعيها بصورة واضحة، وكثيرين اعتبروا الموضوع مقلق. يعني مو بس ضعف يدها، لكن العروق باينة بطريقة مو طبيعية، وحتى بتختلف تماما عن شكل وجهها. وبدأت الناس تحلل، اللي بيقول إنها بتعاني من الأنوركسيا، واللي بيقول توتر واكتئاب من دراما خلافاتها مع طليقها براد بيت اللي صار لها سنين ما هي راضية تنتهي، واللي بيقول أكيد مرض و فقررنا نسأل طبيب جلدية وإنه هو يجاوبنا على الموضوع كمختص. يعني إيش ممكن يكون سبب بروز عروق اليد بهذا الشكل؟ الجواب مع دكتور محمد هبه. نتابع. كلكم تفاجأتوا من المظهر اللي طلعت فيه الممثلة أنجلينا جولي، حيث كان من الواضح أنكم تشوفوا التضخم الكبير في الأوردة في يديها. أولاً راح أحكي عن الأسباب اللي بتؤدي لتضخم الأوردة بشكل عام. الأسباب هي أسباب وراثية، النحافة الزائدة، بعض أنواع الأدوية، وبعض أنواع المكملات والهرمونات اللي بتعاطاها الرياضيين، وخصوصاً رياضة كمال الأجسام. أما بالنسبة للفنانة أنجلينا جولي، الأسباب المحتملة لظهورها بالتضخم هذا اللي هو السبب الأول إنها عملت عملية استئصال للثديين قبل 5 سنين، والسبب كان في عندها احتمالية عالية لحدوث السرطان، ومن مضاعفات هاي العملية غالبا صار في عندنا هذا التضخم. أما السبب الثاني هو إنها بتاخذ دواء هرموني برضو كمان لمنع إصابتها بالسرطان، وهذا من مضاعفاته إنه يساوي عنا تضخم بالأوردة.